لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد. وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد. ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد. وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد. على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد. وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد. ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم تمثل قصة البشرية وتظهر حقيقة من الحقائق التي يجهلها الكثير وهي حقيقة العداوة. حقيقة العداوة بمعنى أن الإنسان هذا كما يرى وكما يسمع. وبصر هذا إما أن يرى فيه مباح حلال وإما أن يرى فيه حرام. وكذلك الحال بالنسبة للسمع، إما أن يسمع كلام طيب ولا يسمع كلام يعني السمع هذا سيوجهه والبصر سيوجهه. العداوة كذلك عداوة إن لم يوجهها في اتجاهها الصحيح حتما سيوجهها في اتجاهها الخاطئ. وفي قصة آدم تظهر المسألة بوضوح، ولم تظهر في قصة آدم سوى هذه المسألة وهي مسألة العداوة. لاحظوا الله سبحانه وتعالى عندما أمر آدم هذا الأمر قال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هذا اسكن أنت وزوجك فعل أمر، ولا تقربا نهي، يعني شريعة الله أوامر ونواهي. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وحذروا هذا التحذير فقلنا يا آدم، لاحظوا إن هذا يعني اللي موجود قدامه هذا اسم إشارة للقريب. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فيفهم من هذه الآية إنه إذن هذا الشيطان عدو، ووظيفة هذا العدو إنه يخرجنا من الجنة، سواء كانت الجنة التي كان فيها آدم أو الجنة التي يحس بها الإنسان من السعادة والطمأنينة وراحة البال. اللي حصل إنه الشيطان اشتغل مع آدم عليه السلام وحصل إنه خلاهم يأكلوا من الشجرة. ولذلك لاحظوا عبر عن القرآن الكريم عن هذه المسألة بقوله فدلاهما بغرور. وفي اللغة في فعلين، في دلا وفي أدلى. أدلى زي ما قال في القرآن أدلى دلوه، الدلو فاضي يرقم به رقم هكذا، لكن دلا يطلعوا دلا دلا، وإحنا أهل اليمن نقول دلا دلا، يعني يطلعوا دلا دلا. فالشيطان
يتعامل مع الواحد بهذا الأسلوب. دلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لاحظوا وناداهما، بينما كان في الموطن الأول يقول فقلنا يا آدم، كان في حال من القرب، لكن بعد الخطيئة يحصل للإنسان هذا البعد، ولذلك أتى بلفظ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لاحظوا أول يقول له إن هذا عدو لك، وبعدين بعد الخطيئة قال له مش قلت لك. ليأتي التحذير الثالث بقوله فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تلاحظوا في قصة آدم في القرآن لم يذكر آدم بعد ذلك في الأرض، لم يذكر له أي حدث، بمعنى أنه عاش قضية العداوة، ويقول لك خلاص هذا الشيطان أنا عرفته وعرفت عداوته. فيفهم من قصة آدم عليه السلام حقيقة العداوة، وأن الإنسان فيه صفة العداوة إذا لم يوجهها مع الشيطان حتما سيوجهها في اتجاه آخر كما سيتبين. طيب الله سبحانه وتعالى الآن يحذر بني آدم جميعا من هذه المسألة، وهي مسألة عداوة الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. للذين لا يؤمنون بإيش؟ ما يؤمنوش بالعداوة، ما يؤمنوش بحقيقة الشيطان وعداوته. الله يقول اللي ما فهموش الكلام هذا على هذا النحو سنة الله كذا، لأنه لاحظوا الفعل مسند لله، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وبالتالي كونهم أولياء للذين لا يؤمنون سيقوموا بدور الشيطان. هنا يظهر سؤال، وهو طيب الشيطان هذا ليش طارحني في راسه؟ ليش عامل العداوة هذه؟ يعني للحين إنه لو عملت بواحد شيء، مثلا أخذت عليه شيء ولا اعتديت عليه وتشكل عنده شعور بالعداوة تجاهي، تقول في عنده مبرر، لكن تجد عداوة الشيطان غير مبررة، والمفترض إن إحنا نستفز. واحد يعادينا ونحن ما نتوش ولا حاجة. ولهذا تلاحظوا في قوله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يطلب من الله هذا الطلب، وهو قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ من هو ذا؟ آدم. طيب إيش ذنب آدم إن الله كرمه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني لاحظوا هذا التحدي السافر الغير مبرر. طيب الحين آدم كان بالحضرة وكرمه الله وهو بصفة الكبر الموجودة عنده تشكلت. طيب أنا إيش ذنبي لما يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فالمفترض أن احنا عندما ندرك الحقيقة هذه إنه الشيطان هذا مستفزين احنا هذا الاستفزاز ويشتي يدخلنا احنا النار، المفروض أن احنا نستفز، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يخبر بهذه الحقيقة، وهي إن الشيطان لكم عدو. يعني ما فيش علاقة بينكم وبين الشيطان غير هذه العلاقة، وما فيش معاكم خيار إلا أن تتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لاحظوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني حزبه هذا اللي سمعوا عنه وطاعوا عنه، يقول لهم بعدي لا